رجعت لكم تاني في فيديو من فيديوهات تجربة المنتجات الجديدة والغريبة اللي داخل مصر. انا كنت نزلتكم في الفيديو اللي فات صورة للمنتج اللي انا ان شاء الله هجربه في الفيديو ده. فانا طبعا اهو المنتج دوت نزلت لكم الصور بتاعته. هو جهينة عصير عنب بس ده هخليه اخر منتج هجربه عشان بجد يا ريت تطلع حاجة كويسة. نبدأ بس بالاول بسلسلة كيكس اللي انا ندمت بصراحة ان انا جبتها. جبت منها النوعين قبل كده، انزل لكم اللي هم اللينك بتاع الفيديوهات بتاعتها في صندوق الوصف. كانوا 3 انواع، جبت نوعين. النوعين بصراحة خذلوني بمعنى الكلمة. فانا دلوقتي هجرب النوع ده، يا رب بس يطلع حلو، وعايزين نخلص عشان ما نضيعش وقت، عشان الناس بتقولي ما تطولش الفيديو. اوكي، افتح بس المنتج كده. اول حاجة المفروض المنتج ده بجنيه، والمنتج ده المفروض بطعم الشوكولاتة بطعم البندق. مش مقفورين في الكلام، يعني هم كانوا مقفورين في اللي قبل كده بيقول لك بجيلي الفراوله يا رب بس نفتح ويطلع الحاجه طعمها حلوه. اول حاجه ده شكلها طبعا، بص زي ما انتم شايفين الورقه قد ايه والحته قد ايه. اوكي شكلها شبه كيكه اسمها زمان كان اسمها نايتي، يعني اللي يسمع عنها كنا في ابتدائي بناكلها، بس يا ريت حتى تكون نص طعمها. اول حاجه الكيكه ناشفه شويه، عامله زي كيكه البيت البايته. ماشي، الشوكولاته اللي فوق ندوق بس هو يلا. بامانه الكيكه دي كيكس عملت 3 انواع، النوع الوحيد اللي فيهم حلو اللي هو ده. يعني انا لقيتها بصراحه طعمها حلو فعلا، فكرتني اللي هم بتوع زمان اللي بياكلوا نايتي دول، يعني الجيل بتاعي. نفس الطعم غالبا، بس عامله بالظبط زي كيكه البيت بالبرتقال، اللي نفس الطعم بالظبط. هي جواها حشوه لا تذكر يعني كمان، يعني لو فتحناها كده كل الحشوه اللي فيها دي اللي هي باينه قوي ان هي كتيره قوي دي، زي ما انتم شايفين لا تذكر، يعني ما ملهاش طعم خالص. انت اكنك بتاكل كيك بيت مامتك عملته في البيت وبتقول لك كل يا ابني، فانت بتقول لها شكرا. انما هي كيكه حلوه، كيكه يتشرب مع كوبايه شاي، انما هي كحشو كل الكلام ده ملوش لازمه. بس دي احسن نوع من ال3 اللي هو بتوع كيكس. يعني انا بعد ما دقت ال3 انواع اللي منزلاهم كيكس مش شايف غير ان دي بس اللي حلوه، والاتنين الباقيين بلح. تجربه وسلسله منتج بصراحه ندمت عليه، بس دي احلى واحده اكلتها. نشوف بقى مع بعضنا المنتج التاني. المنتج بقى التاني معانا ايه بقى؟ احلى كيكه انا اكلتها لحد دلوقتي في مصر، معاك مني في كيكات كتير وقلت قبل كده. انا جبت قبل كده كيكه اسمها تيتي، دقتها نوعين والنوعين بتوعهم هنزلهم في صندوق الوصف. لو لقيت ان انا عامل فيديوهين على الاتنين، اصلا انا فاكر ان انا عامل على واحده بس. كانت عامله احسن انواع كيكه دقتها، واحده بالشوكولاته بتاكلها كانك بتاكل جاتوه، وواحده بالكريمه وجوز الهند اكنك بالظبط بتاكل تورته، حته من تورته. يعني بغض النظر ان هنا في هوهوز وتوينكز والحاجات المشهوره قوي اللي احنا بناكلها دي، بس تيتي كانت متفوقه عليهم من وجهه نظري في الطعمين دول. المشكله بقى ان تيتي شطحت. ماشي، هي بلاش هوريكم المنتج على طول. ده المنتج ماشي، منتج اسمه تيتي قنبله. ماشي، هي نزلت نوع القنبله ده في الطعمين اللي انا قلت لكم عليهم، وكانت روعه. المره دي شاطحه قوي، يعني عامله تيتي قنبله بطعم الطحينه. طعم الطحينه عشان اكون دقيق مكتوب طحينه محشيه بالكريمه بطعم الطحينه وقطع بطعم الشوكولاته.
يا رب بس تطلع حلوه، ويطلع الطحينه اللي قصدهم عليها دي حلاوه، مش طحينه، مش حاطين لي طحينه. يا رب بس ما تكونش الشطحه بتاعتهم تجيبهم معايا الارض، لان انا احسن نوعين كيكه بالنسبه لي كلتهم من تيتي وقنبله. نفتح ونجرب ونشوف، ويا رب تطلع حاجه كويسه. اول حاجه بتتفتح عادي كده، حاجه زي ما احنا شايفين هي متغطيه كريمه، ولا مش عارف، المفروض كريمه، بس هو في الرسمه هي مش متغطيه حاجه، وجوه جوه البتاع متغطيه كريمه. ماشي، هي حتى لو اضافه ماشي، بس شوفوا حتى الرسمه بالكريمه، حتى دي لو اضافه زياده فانا كده بضحك عليا برضو يعني انت بتقول لي هتاكل كده فالاقيها كده. نفتح يا عم، فتحنا ندوق بقى، يا رب بس تطلع طعمها حلو يعني. انا متعود ان الشركه دي بتعمل حاجات حلوه، والمنتج ده عموما. نفتح، فتحنا، نجرب، يلا، بسم الله. اول حاجه، هي هي دي لا تقارن بدي خالص يعني، على قد ما هي وحشه، انه دي اوحش انواع تيتا انا دقتها بصراحه. اقول لكم السبب ليه. ماشي، اول حاجه في الديزاين، الرسمه حاجه والشكل حاجه، ادي حاجه. التانية، هي غنيه بحاجات كتير قوي انا ما كنتش محتاجها قوي. وبعدين بص الكيكه بتاعتها لو لاحظتوا هنا، ماشي، كلها مكسرات، يعني معموله في الكيكه مكسرات، يعني انا مش عارف هتشوفوها ولا لا. ماشي، في الكيكه داخلها مكسرات. طب ده حاجه حلوه. المفروض اللي في النص ده المفروض حلاوه، يعني هو المفروض حلاوه طحينيه، عشان كده قايلين بطعم الطحينه، عشان كده انا جبتها. والرسمه هنا رسمه حلاوه. بدوقها، الطعم اللي جوه طعم طحينه طحينه. عارف لما بتجيب الطحينه من السرجه كمصريين، يعني اكيد كلنا عارفين لما بتجيب الطحينه السايبه دي قبل ما بتحط عليها التوابل، هي بنفس الطعم ده، طعم الطحينه. يعني هما ما كذبوش عليا لما قالوا لي بطعم الطحينه، بس مش طعم الحلاوه. ايه بقى اللي خلاها توصل سنه؟ عشان خاطر المكسرات اللي في البتاع دي. يعني اول مره اشوف كيكه داخلها مكسرات، داخل الكيكه مكسرات، وعاملين اضافات المفروض ما تتعملش بس هم عاملينها. بصراحه النوع ده من كيك القنبله هو اوحش نوع، بس لما اقارنه مع منتجات تيتي التلاتة فهو احلى من التلاتة. اقارنه مع حاجات مشهوره زي هوهوز وتوينكيز يروح في داهيه، انما الاتنين التانيين كانوا حاجه فانا بقول اني تيتي خذلتني، قنبله خذلتني في الطعم ده. على العموم، انا الطعم ده ممكن تلاقيه متوفر ب 2 جنيه في الحد، لو حبيت تروح تجرب، او اي نوع من التلاتة بتوع قنبله متوفر ب 2 جنيه في الاسواق كلها وفي اي سوبر ماركت. عايز تروحوا تجربوا جربوا، ولو حد جربه قال يقول لي رايه ايه في التعليقات. بس انا ما اقدرش اديها اكتر من 6 من 10. ايه التانية تي بتاع دي 5 من 10 عشان قدرت اكلها، انما التيتي 6 من 10 عشان انا اتخذلت فيها. نشوف الفيديو الجاي، نشوف المنتج الجاي. المنتج اللي بعد كده انا عملت لكم عليه اعلان في الفيديو اللي فات، نزلت صورة كده ان انا هعمله، فما نهريش كتير، هو على طول جهينة بالعنب الاحمر. هو انا قلت قبل كده في فيديو من الفيديوهات بتاعتي، ماشي، ان
احنا عندنا في مصر 3 4 انواع عصير، ماشي. بس اكتشفت ان في مصر، لا، هي 3 4 انواع عصير دول للمصريين 3 ارباعهم او كلهم. لو حبيت تجيب عصير زي ده هتروح تجيب 3 انواع الاربعه اللي انا قلتهم قبل كده. فدورت في الاسواق لقيت فعلا في انواع كتير قوي من عصير، فانا جبت سلسله جديده هبدا بيها، كلها سلسله من جهينه، عصاير 3 عصاير برضو نازله يعني مختلفه عن اللي احنا نعرفهم. بدات بعصير العنب، وفي نوعين تاني هجربهم في الفيديوهين الجايين ان شاء الله، بدل السلسله بتاعت كيكس اللي انا ندمت عليها ان انا بداتها. جبت 3 انواع من كيكه واحده، فاكر ان هي تبقى كويسه، ندمت بصراحه. احسن واحده فيهم خدت 5، مش عارف ليه انا عمال اتكلم فيها كتير. خلينا يلا نبدا في ده. اول حاجه الشفاطه الطبيعيه بتاعتنا. بس نسيت اقول حاجه، المنتج ده ماشي ب 3 جنيه ونص. علبه العصير دي اصغر من علبه العصير اللي هي الاصليه بكف ايدي كده اهو، يعني دي اصغر شويه، اصغر الحته الصغيره دي، ماشي. عشان انا اللي جبته وشفت، بس هو انت لما هتجيبها هتلاقيها اصغر من التانية بشويه. خلاص، نفتح ونجرب، يا رب بس تكون اصغر عشان حاجه طعمها حلو. خلاص، نفتحه ونجيب بتاع وندوق. دقيقه واحده، ادي الكوبايه، هصبه في الكوبايه وندوق مع بعضينا. اول حاجه زي ما انتم شايفين شكله كده احمر، حاجه جامده يعني، كأنه عناب، الا لو بطعم العناب بيضحك علينا جامد يعني، اللي هو كركديه يعني. يلا هنشرب ونشوف، ويا رب تطلع حاجه حلوه عشان اجيبها تاني. يلا، بسم الله، بايدي التانية. حاضر حاضر حاضر. هو طعمه حلو للي بيحب، مش عارف يعني، انا ما اقدرش اقول طعمه حلو قوي، فطعم العنب فيه باين قوي. يمكن يختلف لو شربته بالشفاطه دقيقه واحده. ولا اي حاجه. هو انا ما اعرفش يعني، انا شايف اني كطعم غريب علينا، طعم عنب احمر، واحنا اصلا في العادي انا اكني بشرب فعلا فعلا اكني بشرب كركديه، بس يا ريته كان كركديه، يا ريته. هو اول حاجه طعمه عامل زي الكركديه اللي من غير سكر بالظبط، بالظبط. يعني اللي يقول لك ده طعمه عنب وبتاع، قول له والله انت ادرى. انا شايف ان طعمه كركديه من غير سكر، يمكن عشان انا قارنته مع الكركديه قبل ما اشربه، ما اعرفش، بس انا شايفه طعمه كركديه من غير سكر. يعني انا جبته مره مش هجيبه تاني. من وجهة نظري، انت عايز تجرب روح جيبه 3 جنيه ونص في الاسواق، جربه وشوفه. بس انا عن نفسي شايفه وحش جدا، مش جدا يعني، يتشرب بس مره يعني. يعني دي كلها ممكن اخلصها ان شاء الله، بس مش هجيبه تاني. ده من وجهة نظري. معاك من شركة جهينة، شركة كبيرة جدا، واي عصير اصلا في مصر انت بتشرب يا من بيور يا من جهينة يا اما من آم، في يعني في انواع مختلفة، بس انت يعني دايما لما بتيجي تنقي فمن جهينة من ضمن الحاجات اللي انت بتنقي منها، ماشي. بس العنب متهيألي نكهة ما يعني ما وفقوش فيها من وجهة نظري يعني، انا شايف ان ما توفقوش فيها. كركديه من غير سكر. على العموم خلصنا الثلاث منتجات. دقيقة واقول لكم ايه هو بالظبط المنتج، او لحظة واحدة. بعد ما فكرت لدرجة اني كنت هقطع دماغي وصدعت عشان اقول مين فيهم اللي هيكون هو منتج الاسبوع، لان انا لقيتهم الثلاثة زبالة يعني. مش زبالة يعني، زبالة وحشين. انا كنت عايز الاقي احسن واحدة فيهم. اخر ما وصلت
بقيت بقارن بين قنبله هي دي وبين جهينة عصير عنب. قاعد اقارن بين الاتنين، بس في الاخر اخر حاجة قررت اختار تيتي قنبلة. ليه اخترتها؟ مع كمان انا ممكن اديها مثلا 6 ومدي جهينة عنب 6، قارنوا سوا، بس هي دي اللي هديها. ليه؟ تعبوا شوية، اي نعم تعبوا زيادة عن المفروض يعملوه، بس لما الاقي كيكة معمولة داخل الكيكة مكسرات وعاملينها بالطحينة، يعني بيفكروا يعني بيعملوا انجاز. طب ما دول برضو انجزوا، بس دي طعمها مقدرش اقول احلى ومقدرش اقارنهم ببعض، بس دي معمول فيها مجهود اكتر. عشان كده اخترت ان تكون تيتي قنبلة طعم الطحينة هي المنتج اللي فاز معانا في الاسبوع دوت. ماشي. اخر حاجة بس قبل ما اختم، حابب اقول لكم حاجة، بس ما تنسوش تدوسوا اللايك والشير واشتركوا في القناة، ماشي، عشان الحاجات دي بتساعدنا جدا. ماشي. ويا رب اكون اتطورت مع الناس اللي بتقول لي دايما اتطور اتطور. وقابلكم في فيديو الجاي الاسبوع الجاي مع 3 منتجات جديدة، وهندوق فيه نوع تاني من انواع جهينة، هصور لكم برضو صورة ليه. الفيديو الجاي انتظروني.